كانت منى تؤمن إنه الحب أمان حتى التقت بكريم. في البداية لم يكن كريم مجرد شاب عادي، كان يبدو كأنه الحلم الذي انتظرته طويلاً. كلامه واثق، حضوره قوي، ونظرته مليئة بإعجاب واضح بها. كان يخبرها أنها مختلفة عن كل من عرفهم، وأنها الأجمل والأذكى والأقرب لقلبه. كانت تلك الكلمات تتسلل إلى قلبها بهدوء، وتبني داخله عالماً من الأمان والاحتياج. لكن ما لم تكن تراه أن هذا الإعجاب لم يكن حباً، بل بداية لعبة. مع الوقت بدأ كريم يتغير، ولكن ببطء شديد، لدرجة أن منى لم تلاحظ في البداية. أصبح ينتقدها بدافع الاهتمام، كما كان يقول: أنت جميلة، بس لو اهتميتي بنفسك أكتر حتبقي أجمل. أنا بقولك كده عشان مصلحتك، مش أي حد هيصارحك زيي. كانت تبتسم وتصدق، لم تدرك أن هذا هو أول خيط في شبكة التلاعب. ثم بدأ كريم يستخدم أسلوباً آخر: التقليل. كل إنجاز تحققه منى كان يجد له سبباً ليبدو أقل أهمية. نجحت منى في عملها؟ عادي، أي حد مكانك كان هيعمل كده. حصلت منى على تقدير من مديرها؟ يمكن عشان مش لاقيين حد غيرك. شيئاً فشيئاً بدأت منى تشك في نفسها. لم يتوقف الأمر هنا. كريم كان بارعاً في اللعب بالعاطفة، أحياناً يغمرها بالاهتمام والحنان، ثم فجأة يختفي. لا رسائل، لا مكالمات، لا تفسير. وعندما تسأله يقلب الأمر عليها: أنت مكبرة الموضوع ليه؟ أنت حساسة زيادة، أنا مش فاضي طول الوقت، لازم تفهمي ده. فكانت تعتذر رغم أنها لم تخطئ. مرت الشهور، ومنى لم تعد تلك الفتاة التي كانت تعرفها. ضحكتها أصبحت أقل، ثقتها بنفسها بدأت تتآكل، وأصبح كريم هو المقياس الوحيد لقيمتها. كان يجعلها تشعر أنها محظوظة بوجوده، وكأنها لا تستحق أفضل منه. وفي إحدى الليالي جلست منى أمام المرآة تنظر إلى نفسها وكأنها غريبة. لم تعد ترى الفتاة القوية التي كانت تعرفها، بل شخصاً متعباً، خائفاً ومليئاً بالشك. في تلك اللحظة أدركت شيئاً مؤلماً: أنا بقيت بخاف أكون نفسي. لكن حتى هذا الإدراك لم يكن كافياً للرحيل. فكريم لم يكن فقط يجرحها، بل كان يجعلها تعتمد عليه نفسياً. كلما حاولت الابتعاد عاد إليها بكلمات دافئة: أنا بحبك، بس أنت اللي بتفهميني غلط. أنا مش زي أي حد، وأنا الوحيد اللي مستحملك. فترجع منى أضعف من قبل. إزيكم؟ أنا جاسومي، صادقكم النفسي. لو في حد في حياتك بيقلل منك ويشكك في كلامك ومشاعرك ويرجع يقولك أنت اللي فاهم غلط، خلي بالك، ده مش حب، ده اسمه اضطراب الشخصية النرجسية. النصيحة ببساطة: لو بدأت تفقد ثقتك في نفسك بسبب العلاقة، يبقى المشكلة مش فيك. حط حدود وارجع لنفسك، لأن صحتك النفسية أهم من أي حد. حتى جاء اليوم الذي انهارت فيه منى تماماً. نوبة بكاء حادة، ضيق في التنفس، وخوف لا تعرف مصدره. لم تعد قادرة على تحمل هذا الصراع داخلها. ذهبت إلى طبيب نفسي وهي بالكاد تعترف أن هناك مشكلة. في الجلسة الأولى لم تتحدث كثيراً، لكن دموعها كانت تحكي كل شيء. مع الوقت بدأ الطبيب يساعدها على رؤية الحقيقة: أن ما تمر به ليس حباً، بل تلاعب نفسي، وأن ما يفعله كريم هو نمط معروف من السيطرة والتقليل والتشكيك. بدأت منى تفهم أنها لم تكن ضعيفة، بل كانت ضحية لشخص يعرف كيف يلعب على نقاطها الإنسانية. تعلمت تدريجياً كيف تضع حدوداً، كيف تميز بين الحب الحقيقي والتعلق المؤلم،
وكيف تعود لنفسها. وفي يوم قررت أن تنهي تلك العلاقة المؤلمة. لم يكن القرار سهلاً، كان مؤلماً مرعباً، لكنه كان ضرورياً. أما كريم فلم يتغير. حاول في البداية أنه يعيدها بنفس الأساليب القديمة، كلمات حلوة ووعود ولعب على مشاعرها، لكن هذه المرة لم تنخدع. رحلت منى وبدأت رحلة التعافي. أما كريم فاستمر في نفس الدائرة، علاقات تبدأ بالإعجاب وتنتهي بالهروب، أشخاص يبتعدون عنه واحداً تلو الآخر. ومع مرور الوقت وجد نفسه وحيداً، لا لأن العالم ظلمه، بل لأنه لم يتعلم يوماً كيف يحب دون أن يؤذي. كان يجلس أحياناً في صمت، يتصفح صوراً قديمة ويتذكر وجوهاً رحلت، لكن في أعماقه لم يكن يرى المشكلة في نفسه. وهنا كانت مأساته الحقيقية. أما منى ففي يوم ما نظرت لنفسها مرة أخرى في المرآة وابتسمت، ليس لأنها نسيت الألم، بل لأنها نجت منه.